أنا عتبي على الشعب اليمني، كل الشعب اليمني بكل مكوناته. سأقول كلمة أنا ولا يزعلون مني اليمنيين يعني، وفي النهاية احنا جدنا واحد يعني، احنا واليمنيين ترى الجزيرة العربية والعرب أصولهم تعود إلى هذا مش شيء، هذا كلام معروف. فلما أتكلم عن اليمن أتكلم عن بلدي، أنا ما أشوف إنه سالفة إنه في حدود معينة أو شيء من هذا القبيل. اليوم الحال الذي وصل إليه اليمن بسبب الشعب اليمني، بسبب تقديس المجرمين، بسبب حب عشق التطبيع. كل شعب يعشق رمز طاغية جبار قاتل سارق ذباح قتال سيدفع الثمن. كل شعب يغني للطاغية والمستبد سيأتي يوم يدفع الثمن، واليوم اليمنيين يدفعون ثمن. هاتك تطبيل لعلي عبد الله صالح عقود من الزمن، تطبيل لبعض الرموز الإصلاحيين وغيرهم عقود من الزمن، ويعرف انه فاسد يطبل له. تطبيل لرموز الانتقال اليوم ومش عارف مين ويعرف انه فاسد. تطبيل لحوحه وجماعته، سيدي الله يحفظك الله يبارك لك الله من عندنا الله، تطبيل. وفي نهاية الوضع تجي تنظر إلى حال المواطن اليمني تجده حال في قمة في قاع القاع. لكني أنا متفائل بشباب يمنيين اليوم، أصوات معتدلة تخرج ترفض هذه المشاهد اللي حاصلة، وترفض هذا النفوذ، وترفض هذا التواجد. مشكلة اليمن أنه بيصير زي لبنان. إيش مشكلة لبنان؟ لبنان كل كبير له كبير. هذا شيء يزعل بعض الناس، أنا أعرف أن الكلام هذا يزعل. السياسة أنا أقول لك إيه بكل صراحة، لبنان كل جماعة لها كبير، وكل كبير عنده زعيم فوقه. المسلمين السنة عندهم زعيم فوقهم سعد الحريري يروح مع السعودية. المسلمين الشيعة في لبنان عندهم جماعة الحزب والمقاومة مش عارف مين، عندهم الله وفوقه إيران. في جماعة المسيحيين أقسام، في نص المسيحيين موجودين عندهم ميول لفرنسا، هذا مدير، هذا رأس جماعة عون ولا جماعة جعجع ولا جماعة مش عارف مين، هذا تبع فرنسا وهذا تبع أمريكا وهذا تبع، كل واحد له مدير. هذا صاير في اليمن اليوم. جماعة الانتقالي يحطون صور زايد وعيال زايد، انبطاح. عبد ربه هادي منصور قاعد يخزن في الرياض، حوحو جالس يطبل ويعلن الولاء ويعلن الحب والتقدير للجماعة في إيران. وهكذا كل واحد عنده رئيس، ورئيسه عنده ولاء خارج اليمن. مين اللي مع اليمن؟ سؤال، مين اللي مع اليمن؟ مين اللي مع لبنان؟ هذه مصايب. هكذا تضيع الدول وتدخل البلاد في حرب وفي دمار وفي خراب عقود طويلة. أنا أتبع للي يعطي مصروف يجي من الرياض أهلا ومرحبا، مصروف يجي من طهران شيخنا من طهران، مصروف يجي من تركيا أهلا ومرحبا يحيى قائد أردوغان، وهكذا. هذه الحاصل. لا تزعل مني الكلام، هذه حقيقة اليمن. ومو كذا بس، تجي تطالع أنت اليوم كل جماعة في اليمن عندها سجونها، روحوا عنده سجونه، جماعة الانتقالي عندهم سجونهم وكل واحد يتفنن، جماعة عبد ربه عندهم سجونهم، وكل واحد يتفنن في طريقة التعذيب، وكل واحد يتفنن في طريقة الخطف، وفي النهاية يجد نفسه جالس ينفذ أجندة خارجية. أنا ضد وجود وتوسع أن تخرج جماعة حوحو أو غيرها وتستبد بالأمر في اليمن. يجب أن يجلس اليمنيون ويصلوا إلى حل ويصلوا إلى نتيجة، ويبدأوا يدخلوا في موضوع حوار حقيقي سياسي من أجل بناء وطنهم. إصلاحك ما بيجيك من برا إلا إذا في ناس مبسوطة على الوضع ذا، في ناس مبسوطة على الحرب، في يمنيين مبسوطين على الحرب. كيف؟ واحد يقول لي لا كيف؟ إيش الكلام هذا صادم؟ لا، في واحد شغال من السلاح، كان يا رجل ساكن في عشة، الآن يمشي بلاند كروزرات مصفحة، وعنده عقارات في دبي، وعنده عقارات في الرياض، وعنده شقة في لندن، وعنده كذا، وعنده رصيد ملايين الدولارات. من أين لك هذا؟ شغال سلاح. هذه حقيقة. واحد ثاني شغال على المساعدات الطبية، تعال عندنا 1000 مصاب نبغى نسوي له عملية إزالة المياه البيضاء من العين. ممتاز يا أخي، حط الرقم 1200، على 200 حطها بالجيب، وربك غفور رحيم. شغال ساكن في جبل، وسيلة المواصلات حقته جني، يشيله هو يوديه، ما عنده وسيلة رجوله. الآن صار عنده طائرة خاصة. من أين لك هذا الطائرة؟ من أين؟ من وين وصلت للأمور هذه؟ وصل للأمور هذه وصار الشيخ، وصار عنده إمبراطورية، وصار كذا، وترجع لحسابه وترجع لممارساته وسلوكياته تلقاه يتبع الشيخ الكفيل حقه اللي برا. إذا أراد الشعب اليمني أن يتخلص عليه، أن يتخلص من هذه الأزمة. هذا العبث اللي قاعد يحصل أقسم بجلال الله لن تنتهي هذه الأزمة، لن تحل هذه الأزمة، وسيبقى الشعب يعاني ويتألم. لذلك الإمارات تستغل الفرصة اليوم. شيخ قبيلة المنطقة الفلانية، قائد المنطقة الفلانية، خذ ادفع، عنده مصروف،
خذ 5-10 مليون دولار ووزع على الجماعه اللي معاك، اهلا ومرحبا، الله يحفظه الله يحفظه شيخنا زايد هذا، والله بسم الله ما شاء الله فله الله يرحمه، يعني كان شيخ كبير هذا. تقول له زايد شيخ اي دوله ما يعرف، ما هو داري، هو جاء المصروف وجاء كذا وصار عنده ولاء، انتهى. هذه هي المشكله الحقيقيه.